بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا النهارده قلت هعمل قرص زي ما انتم شايفينها كده. ملبن ملبن. اول ما لقيت ان الجو بدأ يشتي عندنا كده، وفي شمس وفي هوا وفي شوية مطرة كده وبتاع، قلت بس الجو ده مش محتاج غير قرص. زي ما انتم شايفين الجو كان مغمم وكانت نطرت كده شوية، قلت بس مفيش هي شوية قرص حلوين يدفونا مع كوباية شاي بلبن حلوة كده هون، ونقعد بقى نتمزج بقى بالشتا. يلا بينا نصلي على النبي ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونخش على الفيديو. معانا أول حاجة رشة ملح وفلح، رش نص كوباية سكر، معلقة كبيرة آه نشا. نشا معانا في القرص بتكون حلوة، بتطريها وبتخليها كده من غير أستك. تمام. معانا معلقة صغيرة بيكنج باودر للكيلو. معانا كيس كيس خميرة فورية اللي هو غالبا معلقة برضو. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله. القرص دي انت مش هتلاقي حد بيعملها كده، ولا بالجمال ده، ولا بالحلاوة دي، ولا بالهشاشة دي، ولا بأي حاجة من الحاجات دي. تمام. قلبنا كل المكونات تتجف على بعضها. بصوا طريقة القرص دي هي حلوة كل حاجة، بس انا بصراحة حطيت لها زيت بس، ما حسيتش ان السمنة تبقى فيها، حسيت ان السمنة تبقى تقيلة. هتكون جميله زي ما قلت لكم بالسمنه وكل حاجه، بس انا حبيت النهارده ان انا اخليها تكون خفيفه، مش تبقاش تقيله بسمنه وكده. تمام. هو الكيلو بياخد معانا كوبايتين ماده دهنيه، زبده، زيت، سمنه، ايا كان. كوبايتين ماده دهنيه. انا حطيت كوبايتين الا 3 4 معالق كده، بصراحه حسيت ان هم دول كفايه، بس هو الستاندر بتاعه من كوبايتين ولا ربع الكوبايتين. تمام. طيب ده ايه بقى؟ ده لبن. كان يعني كان رايب عندنا يعني، غليناه وسبناه فعمل جبنه. فانا عشان ما بحبوش مكلكع كده فضربته في الخلاط واشتغلت بيه. مفيش، هتستخدموا لبن عادي. عايزين تعملوه، يا تجيبوا كيلو لبن من بالليل وتسيبوه بره مثلا، يعني تفضوه وتسيبوه وتاني يوم تعملوا بيه، او تجيبوا مثلا علبه زبادي قبلها بكام ساعه وتحطوها في كيلو لبن وتقلبوا وتشتغلوا بيها. تمام. هو عامه ما شاء الله يعني، بصراحه كان بيبقى انا بحبه قوي في المعجنات. تمام. هنزل بالكميه اللي معايا، ما كفتش عادي جدا ان انا اكمل بميه، مفيش مشكله. انا ما شاء الله كانت الكميه اللي معايا، هو عامه مش هقول لكم معايير للسوائل بتاعتي عشان على حسب نوع الدقيق. بس هو غالبا خد كوبايتين ونص بالميه. تمام. احنا هنحط مثلا، هنخلي معانا 3 كوبايات احتياطي، ايا كان بقى لبن، ميه، اي حاجه. احنا هنحط كوبايتين ونص عامه. صلوا على النبي واذكروا الله. هبتدي اعجن. تمام. هو بياخد عجين، القرص بالذات بتحب العجين، او كل ما تعجنوا في القرص كل ما تديكم نتيجه هشاشان روعه ولا. صلوا على النبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد عبد الله ورسوله. تمام. كده بعد ما عجنتها وشفتها كانت بتلزق ازاي، حاجة بسيطة كده، هي خلصت. تمام. سبتها ترتاح ربع ساعة كده ولا حاجة لحد ما بقت طرية وكويسة. بنشتغل بيها. أنا مش عايزها تخمر، كده كده هتخمر مرة واتنين وتلاتة، فمش عايزها تخمر. تمام. بص بفردها، بلمها على بعضيها، بشيلها. دي اسهل طريقه. لو كورناها بتبقى معجنه ومكبسه كده من جوه، انا مش عايزها مكبسه، انا عايزها تكون مفرغه كده من جوه. تمام. اهو بفردها. بدوق طبعا العجينه لازم، بدوقها، بفردها، بطبقها على بعض، بكورها، بشيلها. دي اسهل واسرع طريقه واحسن طريقه وانجح طريقه للقرص. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. بصوا انا يعني هكورهم كلهم او هقطعهم كلهم او هقرصهم كلهم، وهبتدي ان انا هبدا ان انا احط في الصواني. تمام. وهسيبهم بقى يخمروا بقى براحتهم بقى في الصواني. دي اهم خطوه، ان هو يخمر براحته في الصواني. صليتوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا مكورهم، مخليها متوسطه شويه، مش عايزها تكون كبيره اوفر. ما شاء الله الكيلو لما معايا كميه كبيره قوي، انا ما كنتش متخيل ان الكيلو هيطلع كل ده، بس طلع ما شاء الله. ما شاء الله. شايفين الحلاوه؟ بقول لكم ان لو فيها هوا زي كده لا، خلوها، ده بيخمرها بسرعه وبتبقى جميله. فهمتوا؟ ما تبطهاش يعني. لا اله الا الله محمد عبد الله رسول. نسيت اوريكم حاجه، معلش ما تصورتش. انا حطيت عليه شمر او ينسون، غالبا شمر. تمام. كده بعد ما قطعت الكميه كلها هبتدي ان انا ايه، افرد فيها. طيب انا حابب مثلا احط سمسم.
شويه سمسم على الترابيزه اللي جنبي، لو في بقى شويه عسل كده نخففهم بميه عسل اسود، ونحط القرصه فيها وبعد كده نحطها في السمسم، بتثبت اكتر بصراحه. بس انا ما كانش عندي بصراحه عسل، بس في عادي يعني بنتعامل وبتشتغل وزي الفل، واجر وعافيه ان شاء الله. بصوا احنا هنخليها بسمك خفيف شويه، هي كده كده احنا عارفين ان القرصه حاطين فيها بيكنج باودر، حاطين فيها خميره، في معلقه خل كده صغيره حطيناها. فالحاجات دي كلها مواد رافعه هتخلي لنا القرصه كبيره وهشه، فاحنا ما نكبرهاش، كده كده هي هتكبر. فاحنا عايزينها رقيقه عشان لما تكبر ما تبقاش اوفر اوي في الكبرون. تمام. زي ما انتم شايفين انا هفرد على الصينيه على طول عشان مش هسيب. ما ينفعش القرص بعد ما تخمر نشيلها من المكان للصينيه، لا هي بتبقى في الصينيه. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. انا مصطفى. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وبس كده. بس حبيت اقول لكم في نص الفيديو عشان في اخر الفيديو ما بحسش ان حد بيشوفني اصلا. لا اله الا الله. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا كده كلها. اهم حاجه عندنا ان العجينه تكون يعني كلها متساويه عشان ما تطلعش معانا لما تستوي حته كبيره وحته صغيره او العكس. تمام. اهو زي ما انتم شايفين بنحطها في السمسم، بعد كده بنرجع نحطها في الصينيه ونفردها في الصينيه. مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من ايه من كده. زي ما قلت لكم اللي هتلاقوه ده شمر. تمام. انا مسكته حمصته شويه على النار ورحت دق نص دقه كده في الهون، ورحت حاطه على الدقيق. بس طبعا انا نسيت مش نسيت اصورها، يعني كنت المفروض ان انا بصورها بس للاسف التصوير ما جابهاش. اللهم صل على النبي. شويه سمسم بشويه سمسم كده صغيرين بصغيرين كده، مش لازم نزود. بصوا العجينه لما بتكون مرتاحه وبتكون مظبوطه معانا، انا عايز العجينه بتاعتي ممكن تكون مخدتوش بالكم انتوا وانا بعجن، هي بتلزق في الايد حاجه بسيطه. تمام. بننزل عليها بشويه ميه كده ونعجن شويه ميه وشويه ميه كده لحد ما تلاقيها لمت، بس هي بتمسك في ايدينا حاجه بسيطه عشان تبقى العجينه خفيفه. لما تبقى العجينه خفيفه تخمر تديب معانا بسرعه في الفرن، وبتخمر بسرعه وبتكون جميله، بتكون طريه 3 ايام 4 ايام. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله. بص انا الصينيه بتاعتي الكبيره دي بتشيل كتير، بس انا مش عارف ليه المره دي ما شالتش، مش عارف يعني. انا كنت بشيلها كده 5 وكده 3 وكده 3 بصراحه. بقى حسيت ان هي ما شالتش، يعني شالت 2 4 6 7 8 9 10، بتشيل 15 غالبا او 14 ما اعرفش. بس هي مثلا في 2 تاني يبقى كده انا اللي كنت راسس غلط. عشان انا بحب ان انا بكون عارف حاجتي هتشيل ايه وهتعمل ايه. فهمتوا؟ اللهم صل على النبي. نفس الكلام. الصينيه دي بحبها قوي يا جدعان على فكره والله بجد. تسويتها جميله. هو عامه الالومنيا أنا بحب تسويتها عن التيفال وعن الجرانيت وعن الحاجات دي اللي هي لسه طالعه جديده. لا الالومنيا كده بحس انها بتوزع الحراره مظبوط في اي حاجه بتستوي فيها. صليتوا على النبي ولا لسه؟ صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا. كده فردت الصينيه بتاعتنا. بصوا انا ما بخليش بين القرص والقرص مساحه كبيره، لان انا اكتشفت حاجه من خبرتي في عمل المعجنات، ان لما بنكون مقربين المسافه ما بين القرص بالذات القرص الطريه او الفينو، بحيث ان هم كلهم لما بيشبطوا مع بعض بيبقوا طراي. تمام. ما شاء الله دي كميه الكيلو اللهم بارك. هنا كنت بوريكم السمك بتاعه غالبا قبل ما تستوي، قبل ما تخمر او بعد ما تخمر مش عارف، او نشوف دلوقتي. كده كانت لما خمرت. شفتوا ما كانش حتى لما خمرت ما كانتش زياده. تمام. هتخش على فرن درجه حراره واطيه، وبعد كده احنا بنتابعها ايا كان بقى فرن البوتاجاز او فرن زي دون، هي درجه حراره واطيه عامه. تمام. بصوا ما شاء الله اللهم بارك كده، وهي بدات تشتغل وبدات تاخد لون احمر ذهبي جميل. شايفين القرصه كبيره وتخينه ازاي، واحنا اصلا ما كناش عاملينها. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. شايفين الجمال والحلاوه والطعمه؟ مش ورايا والله تكسب. كوبايه شاي بلبن بقى، واقعدوا واسمعوا لي بقى الكلام. شايفين الطراوه؟ شايفين السمك بتاعها، مع انه اصلا ما كناش عاملينها بسمك زي ما شفتوها في الفيديو، بس شايفين التخن بتاعها؟ اللهم بارك. دي الصينيه ودي الفرق اللي بقول لكم عليه. بصوا لما شبطت في بعضيها حسيت ان هي كلها اتنفخت مع بعض. فهمتوا حاجه؟
صلوا على النبي بقى كتير كتير كده في الكومنتات، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، واهم حاجه كوبايه شاي بلبن، ونقعد نتفرج بقى على الشتا بقى وهي بتشتي بقى.